السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة منال سليمان، وشعار القناة موني لايف ستايل، ومعاكي منال سليمان. لو انت أول مرة تشوفي القناة بتاعتي، أنا منال سليمان، فاشن ديزاينر أو حجاب فاشن ديزاينر. عندي براند باسمي اسمه موني ستايل، ميك اب ارتست، وكمان يوتيوبر زي ما انتم شايفين. عندي أفكار كتير لكل السيدات، عندي حاجات كتير بعملها لكل السيدات عشان أنا كمان بعملها لنفسي، وعشان بحبك وعايزاكي تكوني دايما متألقة. تابعي قناتي، ولو انت اول مرة تشوفي القناة هتلاقي علامة اسمها سبسكرايب، يعني اشتراك، واشتراك يعني انضميتي للعيلة بتاعتي واستفدتي من الحاجات اللي بقولها لك والافكار. بعمل فلوجات، بنروح نعمل شوبينج، بنشوف ايه الجديد، وبعد ما تخلصي الفيديو على طول هتروحي على الانستجرام، هتلاقي كلمة منى 18، هتدوسي عليها، هتلاقيني كاتباها لك دلوقتي هنا، هتروحي هتدوسي بس على فولو، وهتشوفي يوميات موني ستايل. وتابعيني على كل السوشيال ميديا، سناب شات، وكمان روحي على الموقع الالكتروني بتاعي www.monistyle.com. هتخشي عليه وهتلاقي كلمة اف، هتدوسي عليها، يبقى انت كده دخلتي الويب سايت بتاعي، وكمان هتستمتعي بالخصم والخصومات والهدايا الكتير اللي هتلاقيها في الويب سايت. ودلوقتي هنروح على الفيديو، هو ريليتد لكل اللي انا قلته، وهو تنسيق الملابس. يعني ايه تنسيق ملابس؟ احنا ناقصين، مش عايزين وجع دماغ. لا استني، ما تقوليش كده. انت سيده، عندك مشغولياتك، عندك اولادك، عندك بيتك، عندك جوزك، بس اتفقنا يعني شعار موني ستايل بيقول ايه؟ ايوه، حبي نفسك، دلعي نفسك، وما تستنيش حد يدلعك. ولو حبيتي نفسك وحبيتي ذاتك، ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها هتحبك، ولادك هيحبوكي، اهل جوزك هيحبوكي، اصحابك في الشغل هيحبوكي. اوعي تنسي نفسك في مشاغل الحياه، وعشان كده ده مبدأ القناه. حبي نفسك، دلعي نفسك علشان الناس تحبك. ويلا بينا على الفيديو. المحجبة معناها جمال الإسلام، جمال الشياكة. مش عشان أنا محجبة أبقى مبهدلة، مش علشان أنا أولادي كبروا يبقى خلاص عايزة إيه تاني من الدنيا. لا، هنعمل طقمة شيك حلوة نقدر نخرج بيها الصبح، بعد الظهر، بالليل. أول طقم عملته لكم من أول حاجة بحبها وأول لون بموت فيه، وهو اللون الأزرق. اللون الأزرق أو الكحلي أو اللبني، الثلاث ألوان دول ألوان البحر، ألوان السماء، ألوان الطبيعة، والبحر خصوصا لأني اسكندرانية. اللون ده بيعمل لك إضاءة، سواء سمراء أو قمحية. اخترت الطقم ده، يمكن أنا كنت عاملاه في الوايت فرايداي، كنت جايباه من سيل. تقدري تكوني تحته قميص لبني أو بلوزة لبني، والبنطلون تحت يا اما يكون بيج، انا لابسه النهارده البنطلون البيج، بس الطرحه نفس اللون، لون الجيب بتاع الجاكيت. او هتلبسي معاه بنطلون اسود، انا جهزت هنا بنطلون اسود اهو هتلبسي عليه، او بنطلون كحلي، لون كحلي، هتلبسي كحلي في ازرق في لبني، والطرحه هنكسر كل الالوان دي باللون البيج، لون الجيب بتاع الجاكيت. ادي المقترح بتاع الطرح. ممكن البس عليه الطرحه دي، هي مش مشجره لكن هنقول عليها مخططه شويه، هنحطها عليه كده اهي. او الطرحه البيج الثانيه دي برضو نص ساده ونص مشجره منها بتاعته، ممكن تكون بيج زي كده اهي. اوكي، ادي الشنطه. او ممكن تلبسيها كحلي لون البنطلون، لو هتلبسي البنطلون كحلي تلبسي الشنطه الكحلي دي. تمام. لو انت بتحبي الشنط الكبيره اتس اوكي. وعايزه مع الكومنتات تقولي لي ايه احلى طقم حبيتيه، وايه الشنطه اكتر شنطه حبيتيها، علشان اعمل لكم فيديو خاص بالشنط الكبيره والصغيره اللي عندي، واقول لكم ممكن نخرج بيها دي امتى ودي امتى. الطقم التاني برضو لبعد الظهر. الطقم الاولاني كان لبعد الظهر او الصبح، لو انت رايحه الدوام ممكن تلبسيه. الطقم ده فورمال شويه، يعني انا ممكن البسه وانا رايحه مؤتمر، رايحه اجتماع، رايحه. جبت القميص الابيض ده، تمام، دي جيبه سودا هفتحها لكم دلوقتي، اوكي، على بلوفر احمر، والجيبه طويله عشان ما تبقاش كل حاجه طبعا بنطلونات. ده الجوب
بالنسبه للطرحه والشنطه، تعال نشوف الطرحه والشنطه اللي هنلبسها. ادي الطرحه السوداء، ده الجزء ده من قدام. لو انت حابه ما تلبسيش لولي بعد الظهر، بس هو لولي مطفي مش يعني بيلمع قوي عشان يكمل الفورماليتي. ادي الطرحه، وهتكون معاها الشنطه الكلاسيك شويه، او يعني هنسميها شنطه تنفع صبح بعد الظهر، لكن دي فورمال شويه. وده تاني طقم. تعال نشوف الطقم التالت. نيجي للطقم التالت. الطقم التالت انا بحب البيجات والتايجرات. لو انتوا بتتفرجوا عليا على طول وعارفيني، كان عندي حاجه في الصيف كنت بحبها قوي، كان لونها رمادي، وبرده عملت عنها فيديو عن اللبس الصيفي لبعد الظهر او برده بالليل، مفيش مشكله خالص. ده زي بتسموه ايه، هو مش بلوفر، هو كده يعني بلوفر بس خفيف. احنا عندنا في الكويت الجو مش شتا جامد، لان ده طقم من الطقم اللي هتشوفوها وانا لابساها، وهقول لكم دلوقتي الطقم ماشي ازاي. ده الطقم ده على تايجر، بتسموه تايجر صح، وعليه بلوزه زي ما انتم شايفينها. هوريكم البلوزه لوحدها، وتحتيها بنطلون فيت من تحت، هو جبردين لو تعرفوا قماش الجبردين. وعشان بلبس على الطقم ده بوت بيج مع طقم التايجر ده. انا ليه اخترت البنطلون يكون فيت؟ لان ده طويل، ما ينفعش تبقي لابسه حاجه طويله وبنطلون واسع او على جيبه مثلا، مش هيبقى حلو. تبقي اكنك لابسه تونيك، حاجه طويله، ولازم يبقى البنطلون فيت. وحتى لو مش هتلبسي بوت، هتلبسي شوز عاديه، ما تنسيش انك لو لابسه طويل قوي وجيتي لبستي معاها جوب مش هتبقى حلوه خالص. هيبان كل ديفوهات جسمك، هتباني مش انيقه، مش كلاسيكيه. ما ينفعش حاجه طويله قوي كده ويتلبس كمان تحتيها بنطلون مثلا جيب شورت. ما ينفعش تلبسي بنطلون يكون اخر البنطلون يكون واسع، ما ينفعش خالص. لو احترتي في اي حاجه في اللبس، في الشوز والشنطه، الاسود هيليق على كل حاجه. لكن لو انت عايزه تكوني يعني مكمله الطقم على قد ما تقدري، يعني بيجات في بني، تاخدي اللون يا الاساس الفاتح يا اللون الغامق. وده الطقم الثالث. هنشوف الشنطه هتكون شكلها ايه. الشنطه ممكن تكون بني زي ما اتفقنا اهي، يا رب تكونوا شايفين كويس. والشوز هتكون بني زيها، او لو هنلبس بيج في بيج. ده تقولوا لي احلى طقم حبيتوه. تعالوا نشوف الطرحه هنلبسها شكلها ايه، لانها لازم تكون ساده. الطرحه هناخد الطرحه دي اللي انتوا شايفينها انا لابساها اهو، ادي الطرحه. الطقم الرابع اللي انتوا شايفينه ده انا لابساه ليه بالليل. انا خرجت بيه الصبح، لكن كنت رايحه بالليل حفله زميل ليا في العمل اللي هو وزوجته، وكنا رايحين نبارك له بعد ما اتجوزوا ورجعوا هنا الكويت. فاضطريت اني البس لبس ينفع صبح وبالليل، فده لبسته بالنهار ولبست عليه الجاكيت ده، لان الجو طبعا الصبح بيبقى مش برد قوي. لبست ده عليه عشان اداري، لانه هو فيه لو شايفين فيه زي لمعه كده، او فيه زي فتله فيها لمعه او سيلفر، يا رب تكون شايفين كويس. فحبيت اداريه ده، ورحت المول بعد كده وشلت ده. المول عاده بيبقى مش ما فيهوش شمس. الشنطه دي ده كمان طقم رابع. انا بحب البيجات والبنيات والازرقات، يا اب يا داون، بحب الفرقعه. ويلا نشوف الطقم اللي بعد كده. وده الطقم رقم 5. حبيت اعمله خفيف شويه. زي ما قلت لكم، لو انت عايشه في الكويت بتبقي محتاره تلبسي خفيف ولا تقيل. ده ممكن تخرجي بيه بالنهار. انا ما اعرفش في مصر او في الدول الاخرى، انا سمعت ان في العراق فانس من الفانس بتوعي كتبت لي ان هم في العراق عندهم بس شهر 2 اللي بيكون برد، وبقيه الشهور بتكون عاديه جدا، ولا صيف ولا شتاء. فاحنا خروج شيك شويه، بيبقى مفتح وفي شويه يعني فرافيش كده. عنده يعني بحاول يعني اعمل لكم كل الالوان وكل الاذواق. والناس المليانه قوي ما بتحبش تلبس زي ما انا مثلا لابسه النهارده كده، مع اني انا برده مش يعني انا خسيت طبعا، كنت اتخن من كده بكتير. ما بتحبش تلبس كده، تحب دايما تغطي
الجزء اللي فوق مثلا، جزء الصدر مثلا وجزء الهانش بتحب تغطيه. فانا بعمل ده وبعمل ده. فجبت لكم البلوزه دي، طبعا هي تنفع صيف وشتاء. هي شايفينها شيفون اهي من هنا اهي. دي في الصيف بلبس لها، طبعا دي لازم هيتلبس لها طبعا بادي قطن برقبه علشان تلبسيها كده على بنطلون اسود، وتلبسي عليها اي طرحه بقى من اللي انت شايفاه، الفحلقي والبحلقي والفوشياك والبيج والالوان الالوان بالبلورو ده. وده طبعا برضو ليه على اي بلوزه انت عندك تلبسيه اسود في اسود. وطبعا هكسر الالوان دي باللون الفوشيا. هلبس البنطلون مثلا اللون ده، انا مش عارفه انتوا شايفينه فوشيا ولا شايفينه ايه بالظبط. وهلبس عليه شنطه كروس، او لو هلبس كلاسيك الشنطه السوداء اللي وريتها لكم قبل كده، مع الطرحه الفوشيا وبنطلون اسود. بنطلون فوشيا وعندي بنطلون احمر. بس في الشتاء الالوان دي بتبقى صعبه، ممكن نلبسه في الخريف بحيث انه بيبرد شويه بالليل، وابقى لابسه بنطلون احمر او بنطلون فوشيا والطرحه فوشيا. تعالوا اوريكم البنطلونات، بس مش دي مش هتتلبس في الشتاء، هنلبسها يا اما في اخر الشتاء يا اما في اول الشتاء. تعالوا اوريكم البنطلونات. طوبي، عندي بنطلون جيب شورت طوبي. هلبس بنطلون لبني، عندي بنطلون لبني او بنفسجي. وفي الاخر انا عارفه ان انت هتختاري البنطلون الاسود على الاسود، ونفتح بلون الطرحه. ادي الطرح على فكره، دي ساده ودي شويه فيها شغل منها فيها اهي، شايفين فيها زي نقط كده بيضه. دي ساده خالص وفيها بس الشغل ده هيكون من قدام. ادي ساده اهي من ورا. عايزه تداري الشغل ده ممكن تلبسيه ساده من قدام، وهتلبسي الطقم على البنطلون الاسود نفس الشنطه مع البنطلون الاسود. تمام كده اهو. ممكن نلبس على البلورول الاسود اي حاجه عندك. البلوزه الحمراء دي يمكن تكونوا شفتوها اهي كده اهو. الاتراكتيف رغم الاسود موجود، لكن شوفوا الاسود مع الابيض مع الاحمر عاطي شكل حلو قوي. لو كده كمان علشان احلي البلوزه واحلي الطقم اكتر، لو انتوا عايزين مثلا تغطوا شويه، لو انتوا شايفين ان ده مثلا مشجر اوفر او حاجه، ممكن احط عليه واقلبه كده شتوي. هوريكم كده هنحط ايه عليه. هلبس الفرول ده، هلبسه عليه كده فرول اسود ده زي ما انتم شايفين كده. وعلى فكره ممكن يتلبس كمان على الطقم اللي انا لابساه، لو انا مثلا عايزه رايحه بالليل حفله زي ما لبست ده ممكن كده بتلفي الطرحه، تبداي تحطيه على كتفك كده، او تلبسيه كده تحطي بروش عليه مثلا لو انت رايحه بالليل الحفله مع الطقم ده. طبعا ده مفتوح من هنا زي ما انتم شايفين، وده شكل تاني من الاشكال بتاعه اللبس. ان الطقم ده ممكن نلبس عليه شنطه لونها احمر مع شوز لونها احمر. هوريكم الشنطه هنلبسها كده مع الشوز الاحمر او الكوتشي الاحمر حسب ما انت عايزه، وده هيكون طقم ثالث رابع ما تعدوش. واستعملنا البلورول الاسود في اكتر من حاجه. يجي للطقم اللي بعد كده، هيكون الطقم ده هو عباره عن بلوزه ساتان ده بالليل اوكي، معاه بنطلون بيج. عادة اللون السيمون بيليق عليه البيجات قوي، ممكن البني الغامق، اللون الجملي برضو اللي انا لابساه دلوقتي هتلبسيه لو انت رايحه فرح او عيد ميلاد او رايحه بالليل مع جوزك تتعشي. ممكن تلبسي ده وعليه الجاكيت خفيف بلوفر مفتوح الكم بتاعه اهو زي دي، عشان يبقى طقم شتوي شتوي اهو. او هنلغي دي خالص، الشنطه دي على سيمون شويه او على بصلي شويه، هنلبس الكلاسيك دي، او ممكن برضو الطرحه دي. بس بلاش النبيتي لان النبيتي هيقفل قوي مع بعض، وخلينا نلبس البيج او الاوف وايت. بصوا الطرحه دي على سيمون، على فكره الكاميرا مطلعاها غامقه جدا،
لكن الطرحه مش لونها كده خالص، هي لونها لون اغمق سنه من البلوزه. انا بلبسها عليها بتليق قوي. فستان بقى ليدي بقى، وانا قليل قوي لما تلاقوني بلبس فساتين. ده فستان قصير، بلبس تحتيه قميص ابيض او قميص كحلي. او الفستان هوريكم فستانين بس مش اكتر. الفستان ده قصير، بلبس عليه بوت كحلي، وعلى فكره هو كحلي مش اسود. البس ده بتلبسي عليه قميص او بلوزه بيكون كمها فيه فوليوم. طبعا اتفقنا ان الباديهات خلاص ستوب. هيكون بلوزه مثلا زي البلوزه اللي وريتها لكم في الطقم التايجر، ممكن نلبسها عليه، وعليها بنطلون. طالما الحاجه قصيره يبقى هنلبس حاجه فيت عليها بنطلون. انا اخترت البنطلون يكون احمر اهو. ادي البنطلون الاحمر، هطلعه لكم. بصوا رجله من تحت مش واسعه، ضيقه بتمسك في الرجل. وبلبس عليه البوت الكحلي، هو مش هيبان منه غير حته صغيره. او لو انت مش حابه اللون الاحمر هتلبسي عليه لون ليجن كحلي، مش هيكون باين غير حته صغيره قوي، والبوت لحد الركبه. وهتلبسي معاها شنطه اسود، شنطه حمراء، او شنطه بيضه. بس لان الموضه ان الشنط الكبيره بقت خلاص بنمسك الشنطه يا اما الوسط يا اما الصغيره خالص. دي الشنطه الوسط، ما تعتبرش ولا كبيره ولا صغيره. وعندي شنطه كحلي كمان ممكن نمسكها وهوريها لكم. ادي الطرحه الكحلي اهي، وادي الشنطه الكحلي اهي. ادي الطقم يكون اكتمل. هنعمل كمان طقم دريس كمان او فستان كمان. عارفه ان الفيديو هيكون طويل، ويبقى كده عملت لكم تقومه كتير، اختيارات كتير، زي ما انت عايزه تقدري تجربي مع موني ستايل الحاجات اللي حبيتيها. الدرس الاخير اللي هوريه لكم ده كنت يعني جايباه في اول الشتاء. زي ما انتم شايفين هو من تحت على كريب ومفتوح من الجنبين اهو زي ما انتم شايفين. بس عليه بوت وليجن رمادي او اسود، وبلبس البوت الرمادي وبلبس ده تقيل شويه وتحت شيفون. هوريكم الجزء اللي تحت. الدريس على كريب شويه اهو زي ما قلت لكم، ومفتوح اهو خفيف. الشنطه الرمادي، او ممكن تمسكي الشنطه السوداء الكلاسيك، بس عشان ببقى لابسه عليها البوت فبحب قوي الكروس وابقى خفيف خفيف اتحرك براحتي. او الطقم كاجوال، طبعا بلبسهم على بنطلونات تريننج. قميص مكسيكي كده حلو قوي، كنت جايباه برده من ريفا على فكره. الشنطه الحمراء اللي شفتوها مع الطقم اللي قبل كده. الجامعه الفتره دي انتوا اجازه نص السنه هتروحوا رحلات، مسافرين، رايحين مثلا تقضوا اجازه نص السنه في اي مكان، هتبقوا محتاجين تلبسوا، رايحين الاقصر واسوان. لكن الموضه في القمصان دلوقتي الجينز المنقط المقطع اللي هو فيه ستراسات وبيخرجوا بيه بالنهار كل البنات في الجامعه، او الالوان اللي على زيتي فاتح، زيتي غامق، اخضر في ابيض، كروات. دي الالوان الموضه قوي يا بنات، وبتتلبس على بنطلون جيب شورت، بنطلون تريننج، واحد من الكاجوال. طقمين تانيين انا بحب الحاجات دي جدا بالنهار. لو انت عايشه في الكويت هتلبسيها تروحي بيها النادي، تروحي بيها الجيم، تروحي بيها سفر سريع من الكويت لاي بلد قريبه، دبي، اي حته قريبه حواليكي، على بنطلون اسود او بنطلون كحلي. والطرحه هتكون هنا هنلبسها فوشيا وهنا هنلبسها سودا علشان نلم اللون مع بعض. طبعا هي دي مش كل الحاجه، نفسي اوريكم كل الافكار، لكن شويه بشويه المره الجايه هوريكم افكار حاجات موني ستايل، موديلات موني ستايل ان شاء الله. الفيديوهات الجايه هتكون ستايل جديد للحجاب السريع او الحجاب الواحد ان شاء الله، هيكون يعني كمان على نص الشهر باذن الله. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، ويا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. ما تنسوش تسيبوا لي كومنت، وقبل ما تمشي دوسي لايك على قد ما تقدري. كل ما كان في لايك كتير تحت الفيديو كل ما ناس كتير شافت الفيديو، كل ما العيله بتاعتنا كبرت، كل ما كنا اقوياء. ستات بنحب نفسنا، بندلع نفسنا، ستات ما بنكبرش، ستات ما بنعجزش. مع موني ستايل بتحبك قوي، وعشان بتحبك دايما بتجيب لك كل جديد. وما تنسيش اخر الفيديو تروحي بسرعه على الانستجرام، هتدوسي على فولو وتتابعيني دايما على الانستجرام يوميات موني ستايل. وكمان هتروحي كل السوشيال ميديا وتعملي لي فولو على الفيسبوك وعلى السناب شات، ودايما معاكم. وفي اخر الفيديو ما تنسيش تشاركي كل اصحابك بالفيديو ده، وتعملي لي لايك،
اكتبي لي كومنت واشوفكم على خير. باي باي.